مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده ديال سيني رشيد. اليوم غنحاولوا نهضروا شي شويه على واحد الفيلم اللي تعرض لواحد الحمله كبيره جدا ديال التبخيس في وسائل التواصل الاجتماعي. الهضره هنا على فيلم جوكر 2 فولي ا 2 اللي خرج مؤخرا، واللي كما قلت لكم يعني تواجه بواحد الحمله ديال التبخيس والحمله ديال التنقيص في وسائل التواصل الاجتماعي. النقاد كانوا منقسمين، كاين اللي شكروا الفيلم بزاف، كاين اللي عجبهم الفيلم بزاف، يعني النقاد المتخصصين، ولكن اغلب المهاجمين بشكل سلبي لهذا الفيلم هذا كانوا هما اللي تيديروا محتويات على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هما اللي قللوا بزاف من هذا الفيلم هذا. كاين اللي ما عجبوش يعني الجانب الموسيقي في الفيلم، كاين اللي ما عجبوش يعني منحى الاحداث في الفيلم بصفه عامه. انا مشيت تفرجت في الفيلم واستغربت علاش هذه الهجمه الشرسه كامله على هذا الفيلم هذا، واعتقد بانه ملي غتهبط هذه الموجه هذه ديال التقريع، وملي بزاف ديال الناس غادي يعاودوا يتفرجوا في الفيلم بذهن صافي واتيت غوبوزي، غادي يكتشفوا بانهم ربما زقلوا شي حاجه في هذا الفيلم هذا. لان انا شخصيا بان لي بان الفيلم زوين وماشي بداك السوء اللي كيصوروا لنا الناس في الانترنت. الجزء الثاني من الجوكر تيبدا تقريبا من حيث انتهى الجزء الاول، يعني كنشوفوا الجوكر في الحبس شد مورا ديك الجريمه اللي دار، وكنشوفوا واحد الانسان اللي بادي عليه علامات الاكتئاب. حتى لا سينيماتوغرافي كتقوي هذا الاحساس هذا، لاننا كنشوفوا ارثر فليك في واحد الاتموسفير اللي هي شويه رماديه غريز، يعني السطوه ديال لو غري كتبين كما قلت لكم بان الانسان فقد اي شغف للحياه، اي حب للحياه، وكيعيش واحد الحياه اللي هي رتيبه مونوتون. وهذا ولا ذكرت لا سينيماتوغرافي فخصنا نركزوا بزاف على هذه النقطه هذه، لان من بين نقط القوه ديال هذا الفيلم هذا هي الاخراج ولا سينيماتوغرافي. تود فيليبس ابدع كثيرا في الاخراج ديال هذا الفيلم من حيث الزوايا ديال الكاميرا ومن حيث لي موفمون ديال الكاميرا، ولكن كذلك من حيث التلاعب بالالوان. الطريقه باش قدم الفيلم ديالو سينماتوغرافيا مبهره جدا. والشراره فاش كيبدا فيها العوده ديال الشغف والعوده ديال ديك الحياه التريكولوريه ديال الجوكر، هي فاش غيتلاقى مع هارلي كوين اللي كتلعب الدور ديالها ليدي غاغا في هذا الفيلم هذا. العلاقه ديال هاد الشخصيات بجوج غادي تقوى شيئا فشيئا، لانه غيتلاقاو في الكورال ديال الحبس، تيبداو يغنيو شي شويه وهذا. وهنا فين دخل لو كوتي ميوزيكال في الفيلم، هنا فين دخل يعني هنا فين الفيلم تيتحول من تريلر بسيكولوجيك الا بغيتي، ولا من فيلم ديال الجريمه الى واحد لا كوميدي ميوزيكال شويه رومانتيك شويه دراماتيك. هنا فين تود فيليبس الا بغيتي اعطى واحد البعد اخر للفيلم ديالو. خصنا نسطروا على واحد القضيه مهمه جدا، هي انه كما في الجزء الاول تود فيليبس لعب على ديك القضيه ديال انه يخلي المتفرج ما يعرفش واش هذا الشيء كامل واقع ولا داخل ولا احلام فقط داخل يعني الجمجمات ديال ارثر فليك. فإلا رجعتوا للجزء الاول وتفرجتوا فيه كاين واحد النظريه كتقول بان هذوك الاحداث كامله وقعوا في الدماغ ديال ارثر فليك، وشي حاجه سميتها جوكر راه ما كايناش غير كيتخيلها. والدليل هو انه المده اللي قضى في البيرو ديال لابسي في الجزء الاول تقريبا هي 5 دقائق. دخل عندها في 11 لاروب وخرج من عندها تقريبا في 11 القسم، يعني في 10 دقائق وقع داكشي كامل. وتود فيليبس تعمد انه يخلينا في هذه المرحله ديال البين بين، يعني ما كتعرفش واش داكشي اللي واقع فعلا في الواقع في مدينه غوثام وهذا، ولا داك السيد ارثر فليك راه غير فقط يتخيل هاد الامور هادو وعايشها في الخيال ديالو. الا لاحظتي في هذا الجزء الثاني اللي غيمشي يتفرج غادي يشوف بانه فاش غيبداو هاد لي روبونديسمون كان في التلفازه ديال الحبس واحد الرسوم المتحركه تيكون فيها داك لو بوتوا، واحد الرسوم متحركه شهير جدا ديال وول ديزني. وفي النهايه ديال الفيلم يعني ملي تيكون ديك المحاكمه تنرجعوا ثاني للحبس وتنلقاو نفس الرسوم المتحركه. النهايه ديال الفيلم ما كتاكدش لنا النظريه ديال الهذيان ديال لي زالوسيناسيون ديال الجوكر، يعني واش هادشي وقع بصح ولا فقط في الخيال ديالو، لان كيخلينا حنا حيرين ما عارفينش واش هادشي وقع بصح ولا لا. ولكن كينفتح على نظريه جديده هضروا عليها مجموعه من النقاد وشفت بزاف دواو عليها، النظريه ديال ان ارثر فليك ما كانش هو الجوكر، كان فقط يتخيل انه هو الجوكر، وانا داكشي كامل عاشوا في الخيال ديالو، وتيعطينا الجوكر الحقيقي اللي غادي يخرج من بعد من الحبس بسيكوبات ومريض، هو اللي غادي يواجه باتمان في لي سيري كامله ديال باتمان. هو داك الشخص اللي غادي يقتل ارثر فليك في النهايه ديال الفيلم. ان الا غتلاحظوا في اخر مشهد يعني في واحد البلان سوبجيكتيف رائع اختاروا تود فيليبس قبل ما يموت الجوكر، قبل ما يسد عينيه تنشوفوا بان القاتل ديالو كيجرح راسو من هنا بالموس، يعني تيدير هذوك لي سيكاتريس باش مشهور الجوكر واللي ما كانوش عند ارثر فليك واللي كانوا عند الجوكر الحقيقي. دونك تيجرحوا هنايا
وهنا بحال قلتي ان كلان دو اشاره الى انه ولا ان ايستر ايغ الا بغيتو باللغه ديال السينما، ان ميساج كاشي بان هاد الجوكر ديالنا اللي شفنا في هاد الاجزاء بجوج راه غير كيتخيل، وان الجوكر الحقيقي راه يلاه غادي. المهم كخلاصه بلا ما نزيد نطول الهضره، الفيلم راه ماشي بداك السوء اللي كيصوروا لينا الناس، مصور مزيان، سينماتوغرافي واعره، اخراج واعر، المقاطع الموسيقيه اللي تأدات رائعه جدا. ما تمشيش للفيلم باش دير مقارنه مع الجزء الاول، لان الجزء الاول راه جزء من النجاح ديالو جا من داك الشكل المفاجئ اللي ظهر به الفيلم. كنا موالفين الافلام ديال دي سي والابطال الخارقين تيبانوا بواحد الشكل، تود فيليبس فاجئنا وجبنا واحد البطل هش ضعيف نفسيا، يعني محطم بحال اي واحد منا، بحال الانسان عادي. هادشي كيفكرني بجيمس كاميرون فاش كانت الافلام ديال السيونس فيكسيون كدار في الفضاء وجاب اليوم هو التيرميناتور وحطو في نيويورك وحقق نجاح باهر. يعني الا مشيتي بهاد المقارنات باش تقارن الجوكر جوج مع الجوكر الاول، ولا مشيتي بنفس التطلعات، راه غادي يجيك الفيلم ناقص. ولكن الا مشيتي تشوف الفيلم بوحدو بمعزل على الجزء الثاني وحاولتي تشوفه كفيلم مستقل، راه ما غاديش يبان لك بهذا السوء اللي تيقولوا الناس. وانا ما زلت مصرا على رايي ملي غتهدى هاد الموجه هذه، ومن هنا واحد 4 ولا 5 سنوات فاش الناس غادي يرجعوا يشوفوا الفيلم بواحد صفاء ذهني بدون تاثير ديال هاد الموجه اللي كاينه في وسائل التواصل الاجتماعي، ربما بزاف غادي يغيروا الراي ديالهم، وغادي يبان لهم الفيلم بانه فيلم زوين وكيستحق المشاهده. شكرا لكم على المتابعه ديالكم، نشوفكم في فيديو اخر، تحياتي.